النهاردة هنعمل مع بعض محشي الكرنب الفلاحي على أصوله، وسر الخلطة اللي تجنن، وكمان سر التسوية المظبوطة اللي هتخلي المحشي مع حضرتك مفلفل وما يفكش ولونه خطير. يلا بقى علشان احنا مستعجلين. أول حاجة هنبتدي بقى هنجيب الكرنبة كده. للأسف الكرنبة كانت عندي كانت مكسرة كتير وكانت متكوكة. يعني ايه متكوكة يا بنات؟ يعني المفروض ما تجيبيهاش، تجيبيها كده مهوية، تخبطي عليها تبقى مهوية شوية. هتبتدي حضرتك بقى تجيبي سكينة كده، والقطعة اللي فوق اللي هي الراس دي هنبتدي بقى نحاول كده نسلك الأطراف بتاعتها كده بالسكينة، علشان عايزين نشيل الجزء العلوي ده علشان نعرف. بصوا هنا الكرومبة كانت كلها كده مكسرة معايا، بس ولا يهمني، هتطلع أحلى كرومبة إن شاء الله. خلاص أنا ابتديت بالأطراف كده أشيلها، وخلاص شلت الجزء العلوي اللي فوق وسلكت الورق علشان لما يجي ينزل المية تعرفي كده تسحبي الورقة. هنبتدي بقى نجيب حلة على النار، هنملى نصها مية، وأول ما تبتدي في الغليان هنضيف معلقة كبيرة كده من الملح ومعلقة من السكر ونص معلقة من الكمون. هنبتدي بقى ننزل كده بثلاث ورقات أو ورقتين من الكرنب. دي أسهل طريقة للمبتدئات. حضرتك ممكن تحطي الكرنبة زي ما هي بعد ما فرغناها من النص، بس الطريقة دي بتبقى صعبة شوية للبنات اللي لسه أول مرة يدخلوا المطبخ. حضرتك هتاخد أقل من 15 ثانية على كل وجه من الورقة. تبتدي يعني تقلبي 15 ثانية و15 ثانية، ابتدي نخرجها على طول. او اول ما تبتدي كده في الغليان تبتدي الورقة تطرى معاكي، حضرتك هتخرجيها. طبعا انا بحب اخرجها على مية ساقعة، يعني بعد الكرنب كله ما اخرجه على صينية كبيرة بحب احط عليه مية ساقعة اوقف عملية السلق. هتبتدي تجيبي ورقة وهتشيلي جزء العرق ده او العنقود بتاعه، وهنلفها رول ونبتدي حضرتك تقطعيها التقطيع على مقاس صباع المحشي اللي يناسبك. انا هنا قطعتها كلها. هنبتدي بقى في الخلطة. هنا المحشي بيحب الزيت، يعني نص كوباية من الزيت كده. هنبتدي نقدحها تسخن كويس جدا، وانا هنا بنزل بقرن فلفل سبايسي. فين البصلة يا رودي اللي لازم تقليها؟ لا لا لا، مفيش الكلام ده. طبعا عشان خاطري جربوا الطريقة دي. زيت يتقدح، انزلي بقى حضرتك بشفشق طماطم مضروب في الخلاط ومش متصفي. بهرتها بايه؟ بملح وفلفل اسود ومعلقة من السكر ورشة بسيطة من الكزبرة الناشفة. هي دي بهاراتي، معلقة من البابريكا. خلاص هنبتدي بقى كده نسيبها تغلي ونوطي عليها خالص ونسيبها تتسبك تماما. هنبتدي بقى نجهز الخضرة بتاعتنا. انا هنا بستعمل شبت وكزبرة وبقدونس. وطبعا الرز بغسله واصفيه كويس جدا. وبحضر بقى هنا 4 بصلات كبار، بضربهم في الكبة وبهرهم بملح وفلفل اسود وكمون ورشة برضو من الكزبرة الناشفة. خلاص كده هنبتدي بقى هنا التخديعة كانت اتسبكت ازاي؟ يعني ايه اتسبكت يا رودي؟ خلاص كده الدهون كلها بتبقى تطلع كده فوق وش الصلصة. خلاص كده لسه ما طفيتش عليها. انا هنا بقى دعكت البصل بالفلفل الاسود والبهارات بتاعتي، وخدت جزء بسيط حطيته على الطماطم. ادي التركايه، مش عايزه اقول لكم بتفرق جدا في طعم المحشي. حطينا شويه بصل وشويه خضره وسبناهم شويه على النار كده كام دقيقه، وبعد كده طفينا عليهم. عايزه اقول لكم هتشموا ريحه خطيره. يلا بقى تعالوا بقى نعمل خلطتنا الخطيره. انا غاسله هنا الرز ومصفيه كويس جدا، هنزل بيه. وبعدين هنزل بالبصل اللي انا كمان متبلاه بالفلفل الاسود والملح والكمون والكزبره والخضره، وكمان احلى تسبيكه عملناها. وهنقلب كويس جدا وهنظبط الملح بتاعنا، وهنبتدي كده بقى نحشي الكرنب. انا هنا بعمل في الحله فرشه كده ليها، مش عايزه اقول لكم بتدي كمان ريحه خطيره للمحشي، وكمان بتحافظ ان الكرنب ما يتحرقش منك. طيب الفرشه دي عباره عن ايه يا رودي؟ بقطع العروق اللي بتخرج من الكرنب، بقطعها قطع صغيره مع بصلايه كده بقطعها، وطماطمايه وقرن فلفل ورشه من الزيت، وكمان لو قرن فلفل يبقى سبايسي. هنبتدي بقى كمان نحشي. بصوا بقى اهو باخد ورقه وبحطها على كف ايدي، وابتدي انزل بجزء بسيط من الرز افرده، واحاول اسيب مسافه بين الجنبين والفها كويس جدا بس، واحطها في الحل. سهل جدا يا بنات، ومفهوش اي صعوبه. خلاص كده خلصنا بقى حلة الكرنب. انا هنا كنت جايبة كوسة وبتنجان وفلفل، طبعا هما كانوا متقورين، بس هقول لحضراتكم ازاي تحشوها. بصوا احنا بنجيب نفس الحلة حطيت فيها نفس الفرشة، ان انا حطيت طماطم، طرنشات من الطماطم ومن البصل ومن الفلفل، وكمان القلب اللي بيبقى جوه الكوسة.
خلاص هنبتدي بقى نحشي الكوسة، ما بنملاهاش يا بنات، يعني بنسيب زي عقل الصباع كده هي والبتنجان، لانها بتزيد جدا، فممكن لو حضرتك مليتيها هتتكسر معاكي. خلاص ابتديت بقى، خلصت كده البتنجان والكوسة والفلفل. هنبتدي بقى نظبط الشوربة اللي هنسقي بيها المحشي بتاعنا. هنا خلاص كنت خلصت الكوسة. هنبتدي بقى نجيب أول حاجة حلة الكرنب أو محشي الكرنب. أنا هنا بغلي الشوربة كويس جدا طبعا، وبظبط الحدق بتاعها. لو في بقى معلقة سمنة بلدي ممكن تحطيها، مفيش يبقى تمام. أنا هنا كان عندي شوربة فراخ لأني كنت عاملة فراخ. هنبتدي بقى كده. أول حاجة هنجيب حلة محشي الكرنب. انا بحط بقى طبق يا بنات. ليه الطبق ده يا رودي؟ طبق كده بحط الطبق علشان الشوربه لما تنزل بيظبط لي مقدار الشوربه، يعني بصوا بيوزع او بيوزع الشوربه في الحله كلها، وكمان ما بيخليش المحشي يفك معاكي. خلاص انا هنا خلاص حطيت كده الشوربه خلي دايما ما توصلش لاول صف، يعني للصف اللي قبل. بصوا اول صف كده الشوربه ما بتوصلوش، يبقى الصف اللي تحته، يبقى الشوربه كده على الصف اللي تحته. بنهز الحله كويس جدا، وخلي دايما تبقى ورقه كده خضراء، خليها حطيها فوق المحشي برضو، ده بيخليه ما يفكش معاكي. يبقى الطبق علشان بنوزع بيه الشوربه تبقى متوزعه على المحشي كله، وكمان الورقه دي ما بتخليش المحشي يفك معاكي. طيب محشي الكوسه والبتنجان كده لا، الكوسه والبتنجان بنحط بس نص، يعني نصها بتبقى شوربه، نصها يعني تحطي الشوربه تبقى واصله لنص الكوسه بس. تعالوا بقى نعمل شويه ملوخيه عظمه. يلا بقى اضربي لي 3 فصوص من الثوم مع قرن فلفل سبايسي، ونقي اصغر طماطمايه عند حضرتك ابشريها او اضربيها معاهم، وهاتي حلتك حطيها على النار وانزلي كده بالخلطه الجميله دي. هننزل بيها من غير اضافات اي دهون. هنبتدي كده نديها زي بنقول ايه لسعه كده على النار. هنقلب كويس جدا، وانزلي بقى هنا بالشوربه. الشوربه بقى بضيف فيها ايه؟ بضيف فيها رشه بسيطه من الكزبره الناشفه. خلاص هتبتدي تغلي كويس جدا. بصوا هنا الشوربه غليت طبعا بعد ما ضفت سنه بسيطه من التركات الملوخيه، سنه بسيطه من السكر او رشه بسيطه من السكر. غليت كويس جدا. نزلت هنا كان معايا كيلو الملوخيه، كيلو ملوخيه خضراء مخرطاها بالمخرطه، وكمان بخرط معاها قرن فلفل سبايسي يمكن واضح في الملوخيه. اول ما بتبتدي كده الملوخيه الشوربه تغلي بنزل بالملوخيه واطفي النار على طول. اطفي النار على طول طبعا بعد ما بنفكها كويس ونقلبها، ما بنسيبهاش تغلي خالص على النار. بصوا، ونسيبها كده تستوي مع نفسها بعد ما طفينا النار. وكلي احلى شويه ملوخيه. فين الطشه يا رودي؟ طب جربيها بس من غير طشه يا ستي، اهدي عليا شويه كده. جربيها مره من غير طشه، احنا بنعملها ساعات بطشه، بس جربيها مره من غير طشه مع المحشي الخطير ده. طبعا المحشي عارفين التسويه بتاعته، هقول لكم على التسويه ان بتبقى نحطه على نار عاليه. اول ما يبتدي في الغليان بنهدي النار ونسيبه كده لحد ما يستوي تماما. خلاص بقى النهارده كده عملنا الصينيه بتاعتنا. انا كنت عامله فراخ بطريقتين، لو حابه طريقه في الفرن وطريقه العاديه اللي انا محمراها بالفيجيتار. برضو لو حابين الطريقه بتاعتها اكتبوا لي في كومنتات. وكده بنكون خلصنا غدانا. جمعه مباركه عليكم وعلينا. ما تنسونيش في اللايك والشير. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.